السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجينا نعمل احنا وانتو اليوم صينية الكزحة. حلو الكزحة او حبة البركة. هاي عندي كاسة كاملة مكلاية حتى احمصها. هاي هون بعد ما خلصوا خلاص بنصفي تحتيهم. طبعا واحنا بنحمص فيهم لازم تضل ايدنا عليهم، ما نتركهم لحالهم. خلاص هيك هسه بتركهم شوي يبردوا، برجع معاكم لما اطحنهم. هاي اجينا نطحنهم، حطيتهم مع طحنة القهوة. هاي رجعنا لكم بعد ما خلصنا طحنهم. طحناهن بهاي المطحنة بتاعت القهوة. هسه بدي ارجع اطحنهم هون لان هاي ما بتتحمل كتير. بعد بدي انعمهم اكثر، بنعمهم في هاي. المقادير هاي عندي هون فنجان قهوة هديرهم عليهم. ارجع اخلطهم. هاي جينا نسوين معكم. هاي طلع معي بعد ما طحنتهم كوب. راح نديرهم بالصحن. نص كوب زيت، يعني انا حطيت هون فنجان. نص كوب زيت. ندوب الزيت والقزحة والسكر مع سوا. 3/4 الكوب منها سكر. هسه هون بدنا نحط بعد ما ذوبناهم بدنا نحط 3 أكواب طحين. اثنين، رشة ملح، نحط لهم معلقة بيكنج باودر ممسوحة كبيرة، ومعلقة خميرة. نجيب مي دافية. هاي سخنت هون كوب مية وبدنا نبدأ نعجن فيهم. بنرددهم على بعض تردد. هيك يعني انه زيتها منيح لما تكون تعمليها كرة هيك، تشيليها وتحطيها ما توقع من ايدك، يعني زيتها منيح. ندير المية تدريجيا. انا هسه حدير نص كوب
وبنقلبهم. بدها تقليب ما بدها عجن. شوف هيك لازم ما يضل اشي وما تلتصق في الايد، يعني انه صارت منيحة، عجينة منيحة. خلصت هيك، ما بدها مي بعد ولا بدها شي. هسه هون بدي اقسمها لنصين. النص الأول بدي أدهن الصينية طحينية. نحط شكلها كثيرة. ندهن ايدينا شوية قطر. في ناس بيسووها مع سميد، كل واحد حسب ما بحب. انا هذا طحين قمح اسمر، حطيت 3 كاسات. نقطعها. شوف احنا كيف عرفناها انه هي منيحة للصينية. بنحط اصبعنا هون بالنص، هذا الثخن اللي بدنا اياه. ما بعرف بين عندكم. شو رايكم؟ نخليها تخمر على صفحة وشوفوا شو بدنا نسوي هاي. هاي بدي اعملها زي المعمول. بدي احشيها جوز. بنحطها على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180. تقريبا بتاخد ربع ساعة نص ساعة، مو أكتر. بس تحمر الحواف بتاعت الصينية خلص إنها خلصت. خلينا ندوقها احنا وانتو. دوق لنا اياها، قلنا نرايك فيها. بسم الله. واو، شيء مو طبيعي. تسلم ايدي. وميدا هاي الصينية خلصت. بدنا نحط عليها قطر. في ناس بحطوا لها سكر برشوا عليها.
أنا بحب أحط لها شوية قطر، مو كثير. إن شاء الله تنال إعجابكم. لايك وشير، سبسكرايب.